شايفين الراجل ده؟ الراجل ده غريب جدا، واقف في وسط البحيرة وبيتحدى الجاذبية لدرجة إن هو راصص الطوب بالعرض مش بالطول. المفروض يحط الطوب فوق بعضه، إنما هو حاطط الطوب جنب بعضه. الغريب هنا إن الطوب ما بيقعش، وعشان يتحدى الناس أكتر جايب الطوب جنب بعضه ورص عليه من فوق طوب تاني. بس المعجزة هنا إن الطوب ده مش راضي يقع خالص، بيتحدى الجاذبية لدرجة إن هو جايب جذع شجرة وركبه على بعضه من غير أي مادة لاصقة، لدرجة إن جذع الشجرة اللي هو ركبه فضل أسبوع واقف مكانه ما بيقعش. حتى لو كان واحد تاني غيره كان زمانه وقع. إنما الراجل ده غريب جدا وينفع يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لأن هو بيعمل حاجات غريبة جدا. الراجل ده لو في مصر كان هيبقى ليه مستقبل باهر جدا باللي هو بيعمله ده. كان هيعمل شغل جامد جدا في السيرك المصري، والناس هتبقى قاعدة مصدومة من اللي بيحصل، وكان هيشغل السيرك في مصر من تاني. والله لدرجة أنا بنفسي كنت هروح أتفرج عليه. بس للأسف الراجل ده أجنبي مش مصري ولا عربي علشان نقدر نوصل له ونشوف هو بيعمل كده ازاي. وبجد الفيديو ده جامد ويستحق السبسكرايب واللايك. اعملهم دلوقتي حالا واعمل معاهم شير علشان تشوفني كتير. وسلام.